وقام قايل لخوفو بطريقة توغوش: ياما ناس ماتوا وكانوا بيعملوا معجزات، لكن احنا ما نعرفش هل دي حقيقة ولا مجرد هجس وتخاريف. فخوفو انتبه كده لكلامه ثانية، فقام باصص حرد في عينيه وقام قايل لخوفو: لكن انا اعرف جدع لسه عايش لحد دلوقتي في زمنك يابا، ساحر اسمه جدي، عمره اكتر من 100 سنة، وبياكل 500 رغيف في اليوم، وبيتعشى يوماتي بفخد الطور، وعشان يبل ريقه لازم يشرب له 100 ابريق بيرة في النهار. وعنده كمان قدرة عجيبة انه لو فصل راس حاجة عن جسمها بيعرف يلحمها تاني ويرجعها للحياة، ودي مجرد حاجات بسيطة بالنسبة اللي هو بيعرف يعمله. وقام كاسر صمت الدهشة بتاع أبوه وإخواته وقام قايله كمان ده هو الوحيد اللي يعرف عدد الأضرحة اللي في مقبرة المعبود تحوت اللي هو معبود الحكمة. وساعتها خوفو اهتم جدا بالحوار ده، وقام آمر الأمير حددف إن هو وتحت أي تمن لازم يروح يجيب الجدع اللي اسمه جدي ده من تحت تقطيع الأرض وفي قالب خاص ليه.